ان شاء الله بصوتي لمهند ان شاء الله. انا اتمنى ذلك. احنا يعني مهند، انت تعرف انه كاس الخليج هذه العراق صبر كثيرا وحارب وقاتل لكي يستضيف هذه البطوله. شعورك، انا ابي توصف لي شعورك في يوم شفت حفل الافتتاح مثلا، يوم شفت اول مباراه للعراق هناك. ادري كان ودك تكون حاضر وموجود. اكيد. قلت لك بالبداية انه يعني اول ما شفت الافتتاح صراحة كان افتتاح جميل جدا. نعم. من ناحية الملعب، من ناحية الكل، يعني كل شيء انه لفت انتباهي. قلت لك العراق انه قادر ان شاء الله على استضافة بطولات اكبر وبطولات مهمة ان شاء الله تكون موجودة ببغداد وبالشمال وكل العراق ان شاء الله. كل محافظات العراق. جميل. لانه عارف مهند 43 سنة أجيال مرت كان ودها تلعب كأس الخليج بالعراق. هذا الجيل محظوظ. لا، الفترة اللي مر بها العراق، يعني أنت تعرف خاصة الفترات السابقة. صحيح. مر العراق بفترات وما قدرنا انه نضيف بطولة بالعراق. هاي الفترة انه احس انه العراق خلاص انه رجع العراق، رجع الوضع الطبيعي. كرة القدم دائما ما تجمع. صح. يعني تشوف الان يعني بالبصرة كل الوفود، كل الدول انه موجودة بالبصرة. تحس هذا الشيء جميل، تحس هذا الشيء يعني شيء حلو. نتمنى قلت لك ان شاء الله انه تكون البطولات الاخرى راح تكون ببغداد او بمحافظات العراق. والعراق دائما ما اشوف انه الناس اللي موجوده بالعراق دائما ما يرحبون بالضيف. يعني اكثر انا شفت بالبصره انه يقولون لا تروحون للفندق، تعالوا عندنا بالضبط. فهذا الشيء جميل. انا لو اوريك في رسائل جتني الشغلات، واحد كاتب لو تبي اكتب لك البيت باسمك. صح. تتخيل هذا كرم العراق لاي درجه يعني. فشكرا لاهل العراق، شكرا لاهل البصره، شكرا لهذه الحفاوه الكبيره جدا. انت اكيد تمنيت تكون موجود وتلعب. اكيد. ها اكيد. وهذا يجرني لسؤال مهند. انت الاصابه الثانيه، اللاعب يوصل لمرحله نفسيه صعبه. صحيح. طمني على الجانب النفسي، الجانب الذهني بالنسبه لك، هذا مهم بالنسبه لي. لا الحمد لله وشكر. قلت لك انه انا قدرت استطيع انه خلاص انه انسى كل اللي صار معي. فتره هي اكيد انه تكون فتره صعبه على اللاعب. تعرف اصابه بعد اصابه، رجعت يعني مباريتين وجتني الاصابه الثانيه. اكيد اللاعب راح يكون نفسيا وضعه انه خلاص ما يقدر يقاوم، ما يقدر. بس الحمد لله والشكر انه انا قدرت اركز وقدرت انه اتمرن. وخلاص انت هسه راح اشوف الفتره قصيره ان شاء الله وراجع ان شاء الله. نروح معاك الى البصره. ميمي اسمع، ميمي غير ما نحب، ميمي غير ما نحب، ميمي غير ما نحب. ذبح ميمي، ذبح ميمي، ذبح ميمي. ان شاء الله ميمي ترجع وبقوه، وكل الجمهور العراقي بانتظارك، وانت بطل، وان شاء الله ترجع وتاخذ هداف الدوري القطري باذن الله. اعطونا اقوى الصفقه حق ميمي اللي قاعد يشوفنا عبر فلورز. اذا بوليد، هذه صفقه وهذه رسائل الحلوه من اهلنا العراقيين اكيد الى البطل والجميل خلقا واخلاقا. ميمي يستاهل يحبونك. شكرا. طبعا الجمهور العراقي دائما ما ينتظر من مهند الكثير بداخل الملعب. نعم. اكيد انه انا اوعد الجماهير العراقيه ان شاء الله راح ارجع واقوى ان شاء الله من قبل، ونوعدهم بالاهداف ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب. كيف شفت قلنا شفت الافتتاح، لكن كيف شفت اصدقائك ربعك اللاعبين؟ اكيد يعني خاصه المباريات على ارض العراق يكون دافع معنوي كثير، يعني خاصه للاعبين من الجمهور. وشفت المباراه الاولى يعني قدموا مستوى جيد، لكن ما حالفهم الحظ. اعتقد ضيعوا في اكثر من كره. صحيح. ممكن لو دخل كره او كرتين ممكن المنتخب العراقي يفوز، لكن عليهم انه ينسون هذه المباراه. ان شاء الله بالمباراه القادمه ان شاء الله يقدمون كل ما عندهم وان شاء الله يفوزون. شفنا ما شاء الله السيد والمدرب الاسباني الجديد اللي قاعد في لمحات موجوده من كاس اسيا، يعني المدرب الجديد بالنسبه للمنتخب.
يعني نشوف لمسات خاصه هذه المباراه، يعني اللاعبين انه الكرات الطويله نشوفها قليله يلعبون، يعني نشوف اكو خطط يعني جديده خاصه مع المدرب. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب. لحين ما صار بينك وبين اي اتصال مع المدرب؟ اي لا في اتصال. في اتصال ها؟ في اتصال يسال. حلو علي. سأل. ايه جميل طمنتنا. ايه طمنتنا. حلو. يعني في اسماء كثيره غايبه، والمنتخب ممكن ايضا مع الاسماء يزيد قوه. نعم. بالاسماء الموجوده، والاسماء طبعا في المحترفين اللي في الخارج، في المحترفين الموجودين في الخليج ايضا، والمصابين مثلك مثل بشار وغيره من الاسماء. نعم. خاصة انه هذا الجيل شوف جيل شبابي، اكثر اللاعبين هم شباب في الدوري العراقي سواء. تسجيلك لها، فشكرا علي فاضل اللي طرش لنا يقول السلام عليكم، تحية لخالد طاقم العمل، والسلام خاص لميمي الورد. وعندي سؤال، شو وقت يرجع ميمي؟ هو ذكرت انت يعني ان شاء الله عن قريب، يعني فترة قصيرة ان شاء الله. نعم. يعني الان انا يعني انه اقدر اركض بالملعب، بس ايوه بداية العودة تدريجية، وخاصة ان احنا خليني اقول على لساني انه ما ابي يستعجل بالنسبة لي طبعا. لا بعد. ويرجع على مهله، ومتأكد ان شاء الله 100 وكل شيء اقدار طبعا الاصابات، لكن صح. احنا ان شاء الله ناخذها. ايوه نبيك في كاس اسيا ان شاء الله القادم في الدوحه شهر 1 24 تكون حاضر وموجود مع المنتخب العراقي يا رب. مصطفى يقول ميمي الحبيب مشتاقين لك، ان شاء الله ترجع وكلنا وياك يا ميمي. ابو الحسن يقول بلغ سلام الكابتن ميمي وعوده موفقه ان شاء الله. سلام التميم يقول تحيه لك. كانوا في الدوري العراقي او اللاعبين المحترفين، اكيد يعني بعد ما يشوف انه المدرب يشوف التشكيل يشوف اللاعبين، اكيد هو انه عنده نظرة عن كل اللاعبين الموجودين المحترفين اللي برا. تبقى انه هي يعني عند المدرب انه هو اللي يختار التشكيل، يختار ال 23 لاعب او 36 لاعب، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بكل المباريات في البطولات ان شاء الله. جميل. انا راح اواصل مع الجميل مهند علي، لكن نروح نشوف بعض مقاطع التيك توك. رجعنا لكم مشاهدينا في برنامج فولورز. مهند مصاب، ما راح يستطيع ان يلعب الا بعد فتره من الزمن، ولذلك هو مو متواجد مع المنتخب العراقي، واحنا الاثنين بقطر. يعني شلون صح؟ فيصل يقول المنتخب السعودي القطري. هذه طبعا معلومات عن اهداف مهند مع المنتخب العراقي وكيف. شنو في العراق؟ يقول منسفي. الله يهدي. لا المنسف الاخوان بالاردن، لكن بالعراق مزقوف. المزقوف البصراوي هذا يعني لا يعلى عليه اكيد. ايضا يعني احنا على فكره يعني الاكل بالعراق طعمه غير مختلف. هاي من الاشياء اللي تحزنني وانا راجع. لازم ترجع بعد. لازم نرجع. لكن بالفعل بعيدا عن هذا الكرم كان ضيافه اللي عملوها على الكورنيش. صح. 100 جمل و200 خروف. صح. كرم مش طبيعي بالبصره كان. صح. وهذا يعني هو طبيعه العراق. صح. من شماله الى جنوبه. يعني صح. كلهم نشوفهم دائما، يعني قلت لك انا بالبدايه انه يكيفون بالضيف يرحبون به. كلهم يعني بالبصره او شمال العراق او بغداد. نعم. كل المحافظات يعني. انا خليني بس اذكر الجوله الاولى شاهدت شكل المنتخبات كلها، كيف مستوى المنتخب اللي لفت انتباهك الاسماء؟ شفت مباراه العراق. قلت لك انه كانوا اللاعبين يعني قدموا مباراه جيده، قدموا مستوى جيد، بس انه ما حالفهم الحظ بعض الفرص اللي ضاعت. المنتخب القطري، المنتخب البحريني، المنتخب السعودي بعد، بس تعرف انت اول مباراه دائما يعني تكون صعبه. يعني على الفرق بعد يعني انه بطوله كل فريق انه يريد يحصد 3 نقاط. ان شاء الله نشوفهم بالمباريات الثانيه. اكيد ان شاء الله نشوف المنتخب العراقي يظهر بصوره جميله وصوره تليق باللاعبين وتليق بالعراق، بعد ما انه تعرف انه المنتخب العراقي يلعب على ارضه بين الناس وبين جمهوره. ان شاء الله يقدمون مستوى جيد.
وايضا يعني انت كنت امام منتخب ليس بالسهل، المنتخب العماني منتخب قوي ومرشح جدا ان يذهب بعيدا في البطوله. قدم، قلت لك انه حتى المنتخب العماني انه قدم مستوى امام المنتخب العراقي، وبعد الجمهور انت شفت الجمهور اللي بالملعب هذا دائما انه هذا مو جمهور، هذا جيش يحفز اللاعبين وينطيهم الدافع المعنوي. خلينا اوريكم ايضا اسالك على العنابي لانه انت قريب وموجود في الدوري. العناصر اللي تواجدت مع المنتخب كيف شفت؟ بعضهم مشاركات اولى، بعضهم غابت، يعني اسماء كانت حاضره وموجوده لفتره طويله، اليوم للمره الاولى نغير على مستوى المنتخب. شفت انا المباراه يعني خاصه اللاعبين، يعني لاعبين اغلبهم انه لاعبين شباب، قدموا مباراه جميله، قدموا مستوى جميل، وخاصه انه ابراهيم بايش كان تحس انه يبي يلعب في كاس الخليج، صح؟ يعني مزج على كاس الخليج. هم اللاعبين كلهم، يعني قلت لك اللاعبين المنتخب العراقي كل اللاعبين انه عندهم حماس، انه عندهم روح انه خلاص انه ياخذون هذه البطوله ان شاء الله. فشفتهم انت اول مباراه كل اللاعبين يقاتلون ويلعبون ويجتهدون في سبيل انه يفرحون الجمهور اللي متواجد. انت تقول يبون يحققون البطوله، يعني انت ما تقول هذا الكلام الا انت قريب وعارف انهم يبون يحققون بطوله. اكيد يعني بطوله مهمه بالنسبه لهم وعلى ارض العراق، فاكيد يعني ان شاء الله ياخذون البطوله. خلاص، مهند علي يقول كاس الخليج عراقي ان شاء الله. ان شاء الله كاس الخليج عراقي، وهو طبعا يعرف تماما من زملائه من اخوانه اللاعبين. ما ادري تراي جيم. اوكي انتوا حاطين ما يبي. اوكي خلاص احنا خلينا على هذا. اكو لاعبين انه يلعبون لاول مره وقدموا مستوى جميل، يعني مستقبل لهم، يعني مستقبل كبير انه انا اعتقد، ويسوون ان شاء الله يعني الكثير في البطوله. حصل الفرصه في خليج هو اول مباراه قلت لك وسجل وخذ بعد افضل لاعب بالمباراه. شيء ممتاز بالنسبه لك كبدايه طبعا، ودائما كاس الخليج ولاده باللاعبين، يعني خاصه المنتخبات، يعني العراق، منتخب قطر. شوف دائما انه كل بطوله يظهر لك لاعبين. احنا خاصه العراق بعد كل بطوله او كل مباراه وديه تكون دوليه او بطوله رسميه تلاحظ انه تشاهد لاعب او لاعبين يلفتون النظر ويقدمون مستوى جيد. يعني انت شو بالنسبه للعراق؟ انا بالنسبه لي رغم انه يتواجد من فتره، لكن في بدايه الخليج 25 عموما المباراه الجايه بالنسبه للعراق امام المنتخب السعودي عنده 3 نقاط، العراق عنده نقطه، مباراه جدا مهمه اذا ما اراد العراق انه يتاهل، خاصه مع كل احترام والتقدير المباراه الاخيره ستكون مع المنتخب اليمني. اكيد يعني بعد ثاني مباراه انه بالبطوله اكيد اللاعبين عرفوا اجواء البطوله، عرفوا الفرق، خاصه شاهدوا المنتخب السعودي، شاهدوا اللاعبين. اكيد اللاعبين انه راح يقدمون مستوى بعد ما انه اول مباراه تعادل، المباراه الثانيه عليهم انه يحصدون 3 نقاط. اللاعبين كلهم انه على قدر المسؤوليه، ان شاء الله بكره انه يرفعون اسم العراق، يرفعون اسم البلد، خاصه بعد المباراه الثانيه يعني بارض البصره ان شاء الله. ابراهيم عراقي يقول عيون اساس ما هو بمحلل اليوم يونس، صح، هو مدير المنتخب ولذلك يبي يبعد الضغط عن اللاعبين، وهذا أكيد امر طبيعي أكيد اعتقد أكيد. بالنسبه ليونس محمود منتظر العراقي زين، لو مش العراق يفوز باللقب مين يفوز؟ غير العراق من الاقرب غير العراق؟ البحرين ها ممكن. اوكي على المستوى اللي شاهدناه بالنسبه للمنتخبات. جميل. انا في انستغرام اكثر من 300 سؤال لك ميمي، فانا يعني احنا لخصنا اغلب الاسئله، لكن ايضا يسالون من تتوقع ان يكون افضل لاعب في خليجي 25؟ افضل لاعب في البطوله راح يكون بعد لازم نشوف المباريات الباقيه. يعني اللي فازوا طبعا ضرغام من العراق، اللي فاز ايضا كوميل الاسود من البحرين، عمرو سراج من قطر، وسميحان النابت من السعوديه. هذول الاربعه هم اللي خذوا جائزه
أبو الوليد، من تراه الأفضل بالنسبة للاعبي منتخبنا العراقي المشارك؟ مين؟ يعني كلاعبين أيوة اكثر من واحد، يعني انا شاهدت خاصه المباراه الاولى يعني اكثر من لاعب اشوفهم متحمسين واشوفهم قدموا مستوى، فما نقدر نقول فلان ونضيع حق الثاني. اكيد. حلو، جواب جميل. يونس محمود ما رشح العراق تفوز بكاس الخليج. نعم، بالنسبه لي انا نقول ان شاء الله العراق ياخذ البطوله. يعني انا اعتقد وجهه نظري، اذا كان ما ادري هو يقول يعني على انه يونس ابعد عن الترشيحات، اذا كان هذا صحيح فهو اللي يبعد الضغط ربما ممكن عن اللاعبين عن المنتخب، ويجي العراق ويخطف اللقب بعدين. يعني ممكن يكون هذا، لانه هو ممكن يشيل الضغط عن اللاعبين، لان يونس موقف اليوم حسزت افضل لاعب في المباراه، لكن بعد نشوف زين من تتوقع يكون او ينافس على الهداف في البطوله؟ ايمن حسين. ايمن هو ما سجل في الاولى، لكن ممكن نشوفه بالمباراه الثانيه او والثالثه يكون حاضر وموجود. أكيد. حلو هذا الدعم. ها اكيد. زين، خليجي 25 عندكم والمنتخب موجود في البصره والخليج كله في البصره. ابي منك كلمه للجمهور العراقي توجهها على كاميرتك طبعا للجمهور العراقي فيما تبقى من عمر هذه البطوله، ومنك انت شخصيا لهم. تفضل. طبعا اول شيء يعني ابارك للجمهور العراقي على هذه البطوله، اكيد بطوله جميله، بطوله رائعه. حضور الجماهير كانت يعني متواجده داخل المستطيل الاخضر، هي اللي انجحت البطوله. اتمنى انه ان شاء الله تدعمون هذه البطوله وتشجعون المنتخب العراقي، وان شاء الله المنتخب العراقي انه ياخذ البطوله. شكرا لمهند علي، شكرا حبيبي مهند. حبيبي شكرا. الله يسلمك والله يوفقك، وان شاء الله عودتك قريبه، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه